بونجور، اهلا بكم طلاب تانية اعدادي في فيديو جديد من فيديوهات حل امتحانات اللغة الفرنسية طبقا للمواصفات الجديدة. النهاردة ان شاء الله هنحل الامتحان الرابع. اول حاجة عندنا القطعة طبعا هيبقى فيها 3 كيستيون 3 اسئلة باسكو. اسكو يعني هل، ودي اجابتها لا اما بوي يعني نعم، نو يعني لا، زائد فراس كومبليت يعني جملة كاملة. وبعد كده 3 أسئلة كمان على القطعة بأدوات الاستفهام المختلفة زي كيسكو بمعنى ماذا، كل بمعنى أي، كومون بمعنى كيف أو ما. اونفا كومونسي. القطعة هنا أو ريستيرون بون أبوتي. أو ريستيرون يعني في مطعم اسمه بون أبوتي يعني بالهنا والشفا. 13 الساعة 13 يعني الساعة 1 بعد الظهر. لو جارسون بيقول كو فوليفو ميسيو، ماذا تريد يا ميسيو. الكليون الزبون وده مذكر قال له منيو سيلفو بلي، المنيو من فضلك. فلو جارسون قال له لو فوالا، ها هي يعني اتفضل. والكليون قال له جو فودري دو بواسون، انا عايز دو بواسون سمك، دو ري روز، دو لا سالاد وسلطه. لو جارسون قال له ايكوم ديسير والتحليه، فقال له اون تارت او بوم اللي هي قطعه تورته بالتفاح. فالجارسون قال له اوتر شوز حاجه تانية، فالكليون قال له نو ميرسي شكرا. اول سؤال اسكو لو كليون دوموند لاديسيون، هل الزبون طلب الحساب؟ هو ما طلبش الحساب، هو طلب المنيو، فيبقى الاجابه بنو لا. لو كليون هننزل مكانه il نو دوموند هو لم يطلب، ان دوموند با لاديسيون، الاديسيون اللي هو الحساب. او ممكن نقول الجمله دي اقول il، طبعا نو طبعا، il دوموند هو طلب لو منيو، المنيو. تاني سؤال اسكي لي كليون برون لو ديجوني، هل الزبون هيتناول الديجوني؟ طبعا الاجابه وي نعم، عشان الساعه 1 ده وقت الايه الغدا. غير كمان الاكل اللي هو طلبه بواسون ري اي سالاد، سمك ورز وسلطه، دي اكلات الغدا. فيبقى ليه كليون هنقول مكانه إيل برون لو ديجوني، ويبقى الإجابة بوي. السؤال الثالث من أسئلة هل اسكي لي كليون ام لا بوم، هل الكليون بيحب التفاح؟ طبعا الإجابة بوي عشان هو طلب تارت او بوم اللي هي ايه تورت التفاح. يبقى ليه كليون هيقول إيل ام لا بوم، هو بيحب التفاح. نخش على الأسئلة التانية اللي ليها علاقة بالقطعة. كيسك الكليون برون كوم ديسير، ماذا يتناول الزبون كتحلية؟ هنقول لو كليون يبقى إل برون هو هيتناول اون تارت او بوم، تارت او بوم اللي هي ايه تورتة التفاح. السؤال التاني كيل بلا الكليون كوموند، اي طبق الزبون طلب؟ هنقول إل كوموند، لازم انزل الفيرب يا جماعه اهو. كوموند هو طلب ايه؟ كوموند دو بواسون، دو ري، اي دو لا سالاد. كومون سابيل سو ريستيرون، ما اسم هذا المطعم؟ سو ريستيرون ممكن ننزلها سو ريستيرون هذا المطعم، سو ريستيرون هذا المطعم. سابيل يسمى، طب هو اسمه ايه؟ نعمله ما بين دوج ومي اهو. بون ابيتي اللي هو بالهنا والشفا. طب نجيبها منين اهو؟ ننقلها بون ابيتي. وبكده نكون خلصنا القطع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. سؤال المواقف، سؤال اختياري. طون بوتي فرير اخوك الصغير تو ديموند بيسألك كيسكو لانفيرميير في، ماذا تفعل الممرضة؟ طب الممرضة بتعمل ايه؟ ال ايد لمالاد، يعني ايه الايد لمالاد؟ هي تساعد المرضى. السؤال الثاني توناميتو ديموند صديقك بيسألك لو نومبر يعني عدد، دو تيرو با كوتيديان عن عدد وجباتك اليومية، انت هتقول ايه؟ هترد على سؤاله هتقول تروارو با بار جور، 3 وجبات يوميا. السؤال الثالث تو نو بو با مارشي، تو يعني انت، نو بو با يعني لا تستطيع المشي، هتقول ايه؟ هتقول طبعا جي مال او بي عندي ألم في الأقدام. أول سؤال من أسئلة الجرامير كونجوج يعني صرف الأفعال. فو بوفي طبعا الأولاني متصرف يبقى لازم التاني مصدر.
معنى كده ان انا هكتب ابورتي زي ما هو، الاول متصرف التاني في المصدر. السؤال التاني ايير يعني بالامس، ويبقى دي كلمه داله على الماضي، يبقى لا اتر لا افوار. ما فامي دي بتساوي ال. طب الفيرب فونير ده مع اتر ولا افوار؟ ده مع اتر، يبقى انا هصرف اتر مع ال، يبقى هقول ايليه، واجيب اسم المفعول من فونير يبقى فينو واخر يو اللي هو الاو، والال دي مؤنث فهزود او تبعيه عشان ده فيرب من افعال اتر. الجمله رقم 3 تصريف الاون دي بتساوي ايه اللي في التصريف؟ مونج يبقى مونج عادي خالص، احذف الاو ار واحط الاو، مجموعه اولى. لانفيرميير بتساوي ال، فهنقول في واخر حرف الت. السؤال الثاني شوازي لو مو كونفونابل، اختر الكلمه المناسبه. مليونات دو سولي نضاره الشمس، جو نقط اوبلي انا نسيتها، النضاره دي جمع يبقى ليه، يبقى انا عوضت الضمير المفعول المباشر ليه. جو فودري انا اريد، سل بمعنى ملح ودي كلمه مذكر يبقى دو سل. ما سور يعني اختي، الاخت هنا مفرد مؤنث فهنختار بليسي اللي هي معنى مجروح او جريحه. تروف لا كيستيون اوجد السؤال، ولازم نكون حافظين ادوات الاستفهام. لو كباب اون فياند دو موتون غريلي، الكباب يكون لحم الخروف المشوي. هنقول كاسكو سي لو كباب، يعني ايه بقى كاسكو سي لو كباب؟ ما هو الكباب؟ يبقى انا هقول كاسكو بمعنى ما او ماذا، كاسكو سي لو كباب. او ممكن اسال السؤال ده بطريقه تانية، اقول سي كوا لو كباب، ما هو الكباب؟ السؤال التاني جو برون لو ميديكامون 3 فوا 3 مرات برجور، يبقى انا هقول ايه؟ هسال عن العدد، فهقول كومبيان دو فوا كم عدد المرات، كومبيان دو فوا تو برون لو ميديكامون. طب انا ممكن اسال حاجه تانية، ممكن اسال عن كلمه الدواء نفسه، هقول كيسك تو برون 3 فوا برجور، ماذا تتناول 3 مرات في اليوم مثلا يعني. كومبليت سي فراز، سؤال اكمل الجمل. الا فيت اون، ممكن نعمل ايه؟ نقول ايه؟ اون مونج نحن ناكل، دي جاتو. طب لو حد قال لك اون شونت احنا هنغني برضو صح، دي او دي يعني. لو دونتيست طبيب الأسنان، ممكن نقول إيه في الجملة هنا؟ سواني يعالج، ليدون يعالج الأسنان. كوم اونتري اللي هو طبق البداية. جو برون أنا أتناول، جو برون دو لا سالاد، أنا أتناول السلطة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الامتحان بتاعنا، الامتحان الرابع من امتحانات كتاب برافو طبقا للمواصفات الجديدة الترم الأول 2025 لطلاب الصف الثاني الإعدادي. وإلى أن ألقاكم في فيديو قادم. أوروفوار et bonne journée. Merci pour regarder cette vidéo. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بقناتي.